عارف وانت بتعمل قهوتك الصبح ان الغاز اللي انت شغال بيه ده ممكن يكون سافر نص كوكب الارض وهو سائل زي الميه؟ سنه 1823 عالم اسمه مايكل فراداي اكتشف سر غير وجه التاريخ. الغاز ده ممكن يبقى سائل، والنهارده السر ده بقى هو طوق النجاه لدول تانية. تعال بقى اقول لك ازاي بنحبس المارد ده في السفن. لو عندك حقل غاز مثلا في قطر او في سيبيريا وعايز تنقله لاوروبا، الانابيب هي الحل الارخص للمسافات القريبه. لكن لو المسافه الاف الكيلومترات، الانابيب مستحيله وتكلفتها فلكيه. طيب ننقله في سفن وهو غاز؟ مستحيل، انت محتاج سفينه فضائيه عشان تشيل الكميه دي. هنا بقى بيجي دور التسييل. عشان ننقل الغاز ده لازم نبرده بدرجه معينه، سالب 160 مئوي. في الدرجه دي السائل بيتحول لسائل شفاف وحجمه بيقل 600 مره. يعني الغرفه اللي انت قاعد فيها دي لو فيها غاز وسيلناه، حجمه هيبقى قد كوبايه ميه واحده. كده نقدر نشحن كميه مهوله في سفينه واحده. بس الموضوع مش سهل. الغاز وهو طالع من البير بيبقى معاه شوايب وميه. لو بردناه وهو كده، طبيعي الميه هتتحول لتلج، هيسد المواسير ويفجر المحطات. عشان كده بنعديه على مناخ الجزيئيه، بننشفه تماما وبنخلي الميه فيها اقل من 1%. نظافه ميكروسكوبيه. اكيد شفت السفن اللي شايله كرات ضخمه دي مش ديكور، دي خزانات كرويه متصممه علشان تتحمل الضغط والحراره. السفينه دي عباره عن ترمس عملاق بيمشي في المحيط، هيكلها مزدوج عشان لو حصل تصادم الغاز ما يسربش، وبين الهيكلين في ميه بحر عشان توازن السفينه وهي فاضيه. ما ينفعش نضخ السائل وهو سالب 160 درجه في الخزان ساعتها هيتكسر من الصدمه الحراريه. العمليه دي بتتم بالراحه، بندرة الهواء الرطب بهواء جاف، بندرة الهواء الجاف بغاز خامل عشان نمنع الاكسجين. زي ما قلت لك قبل كده، عشان مفيش حاجه تولع. بنبدا نرش غاز مسال بارد بالتدريج علشان نبرد الخزان لحد ما يوصل لسالب 115. ساعتها بس نقول يلا نعبيه. طول ما السفينه ماشيه في شويه غاز بيتبخروا من الحراره، بنعمل فيهم ايه؟ بناخدهم نبردهم تاني ونرجعهم لسائل، او بنستخدمهم كمحرك وقود للسفينه نفسها. يعني تكنولوجيا كده بتدور نفسها بنفسها. صناعه الغاز المسال هو قمه الهندسه البشريه، فكره بدات من 200 سنه والنهارده هي اللي منوره كل البيوت. المره الجايه وانت بتعمل قهوتك افتكر رحله الغاز ده اللي مشاها عشان يوصل لك. لو عجبك الفيديو لايك وفولو عشان تعرف كل جديد. شكرا.